بالنسبة للجزائر، البرنوس هو مكسب تراثي، ومن أول الدنيا كان يرمز للرجولة. وكان البرنوس من أفضل الهدايا اللي تتقدم لكبار ضيوف الجزائر. يتعدى صنع البرنوس بالعديد من المراحل، أهمها جمع المادة الأولية كما سبقت قلت وبر الجمال، وخاصة وبر المخلول يعني الناقة، على خاطره أكثر جودة. وتعتبر مدينة مسعد الممول الرئيسي لسوق البرنوس في جميع ولايات الجزائر، ويتم تصديره زاد للخارج وخاصة للمغرب وتونس. والبرنوس المسعدي هذا يوصل سومه إلى أرقام خيالية، ومن ينجم يشريه ويلبسه كان ناس من طبقة معينة من المجتمع. وفما أنواع أخرى من البرنوس كالقشبية مصنوعة من مواد سومها رخيص، ويلبسوا الزوالي اللي ما في حالوش. هذا الشيء اللي يميز البرنوس عن باقي أنواع اللباس، كونه عند علية القوم هو رمز للنخوة والجاه، وعند الزواولة وسيلة تمنع من قساوة برد الشتاء وسخانة الصيف. أي